هم عشان بس غيروا اسمها هيبيعوها لنا بكام؟ 100 جنيه. هنعمل النهارده ترند جديد، ترند التيك توك الجديد. هنعمل المكشكشه، مش هتكلفنا اكتر من 30 جنيه بالظبط. هنعملها بمكونات موجوده في البيت، مش هتكلفك اي حاجه خالص. بلفه جلاش واحده هنعمل صينيه كبيره جدا. بره الصينيه دي بتتباع ب 500 جنيه وب 600 جنيه، انا مش عارفه على ايه بصراحه. حاجه حلوه سهله وبسيطه وهنفرح بيها اولادنا. تعالوا يلا نقول بسم الله واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انتوا شايفين كده شكلها بجد تحفة. ما خدتش مني 10 دقايق وانا واقفة في المطبخ كده، بس على طول سهلة وبسيطة وسريعة جدا جدا. يلا نشوف بقى مكوناتنا هتبقى ايه مع بعض. اول حاجه معايا بقى هنا، انا معايا هنا حوالي نص كيلو من الحليب او من اللبن. عايزه تجيبي بلدي عادي او عايزه تجيبي المعلب برضو براحتك. ومعايا هنا كاسترد، هحط 3 معالق من الكاسترد. ما عندكيش كاسترد تقدري تعملي مهلبيه عاديه خالص وتضيفي لها الفانيليا او سكر. انا هنا هكتفي بالعسل اللي انا هضيفه على المكشكشه بتاعتي في الاخر، ومش هضيف سكر على الكاسترد بتاعي خالص. هضيف بس نص كيلو لبن و3 معالق من الكاسترد وفانيليا لو موجودة، لو مش موجودة خلاص. هقلب كده جامد جدا على البارد لغاية لما ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص، والكاسترد بتاعي يختفي تماما من الحليب او يدوب تماما في الحليب بتاعي. زي ما قلتلك تقدري تستغني عن الكاسترد وتضيفي مهلبية او تعملي مهلبية بالنشا عادي خالص وتضيفي عليها الفانيليا. هنا بقى هركنه دلوقتي على جنب لغاية لما اعمل او هجهز الصينية بتاعتي. هنا جبت الصاج بتاعي بقى، يفضل ان هو يكون صينية مربعة عشان يطلع لك نفس الشكل بتاع المكشكشة. وهبدأ ان انا احط كده معلقة كبيرة من السمنة عشان تطلع معايا مقرمشة وحلوة وتستوي معايا السوا الكامل. جبت بقى هنا لفة جلاش، طبعا يفضل انها تكون صبحة وطرية عشان ما تتفتفتش معاكي وفي نفس الوقت تديكي الشكل اللي انت عايزاه. هبدأ ان انا ارص تحت بالظبط، يعني هحط كل ورقتين هحط عليهم رشة كده من السمنة. هفرد بقى الجلاش بتاعي، وقبل ما اشتغل بيه لازم اخد مقاس الصينيه بالظبط عشان انا مش عايزه اي زيادات في الجوانب عشان يطلع شكلها مظبوط. هحط كده الصينيه بتاعتي على الجلاش وهشيل كل الزيادات بتاعتي، مش هرميهم، هحطهم في نص الحشوه بس انا عشان عايزه الجوانب بتاعتي تبقى مظبوطه. بعد ما قصيتها بقى كده وقصيت الجوانب بتاعتي كلها تمام، هبدأ ان انا ارجع الصينية تاني مكانها، وهبدأ ان انا اشتغل ما بين كل ورقتين زي ما قلت لكم رشة من السمنة او الزبدة بتاعتي. بس كده اول ما اخلص بقى نص الكمية بتاعتي هبدأ ان انا انزل بالحشو زي ما انتوا شايفين كده، وابدا ان انا اغرق كده الجوانب من السمنه. وهبدا بقى كده خلاص انا خلصت نص الكميه بتاعه الجلاش بتاعتي. هبدا بقى ان انا اجيب الحشوه، ما ينفعش ان انا اسيبها انها لما تبرد. حطيتها طبعا على نار هاديه، وهبدا ان انا دلوقتي اخليها لغايه لما تجمد معايا، تبدا تتكتك كده من الجوانب، اطفي عليها على طول. مش عايزاها تجمد جامد، انا عايزاها نفس قوام المهلبيه كده او البشاميل، تبقى كريمي خالص. هنا خلاص بقى شفتوا انا حطيت الزيادات فين بتاعه الجلاش، مش هرمي من لفه الجلاش بتاعتي اي حاجه خالص. هبدا ان انا احط فيها الحشو بتاعي، لازم احطها على الجلاش وهي سخنه لانها لو بردت هتعمل طبقه كده وهتنشف معايا ومش هتبقى حلوه في الفرد. حطيت الكميه بتاعتي كلها، حاولي تبعدي بدهن الجوانب عشان لما تيجي تقطعيها ما تطلعش معاكي او ما تلزقش معاكي في السوق. بدأت كده ان انا افرشها كده بالمعلقة بتاعتي وافرش كده في الجوانب. وبعد كده هرجع بقى اعمل الوش المكشكش بتاعنا. هجيب كل ورقة فردانية واحدة وهبدأ ان انا اعملها زي المروحة كده بتاعت زمان بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وهبدأ ان انا احطها في الصاج. طبعا انا اقصر الجلاش كله على مقاس الصاج بتاعي، فانا هبدأ ان انا ارصه كده بالطريقة دي. شايفين اول ما نزلت معايا بدأت انها تلزق في الصاج على طول. تقدروا تعملوها بالطريقة دي او تقدروا تعملوها بالطريقة دي، هي نفس نظام المروحة بالظبط زي ما انتوا حابين. طريقتين واحد، واهم حاجة ان الشكل النهائي هيبقى واحد. وابدا بضغط عليها كده عشان تلزق معايا في الكاسترد بتاعي وانها ما تفكش او تطلع من مكانها يعني. بس كده
شايفين؟ بالطريقة دي هخلص بقى كل كمية الجلاش بتاعتي لغاية لما اغطي الصينية بتاعتي خالص. هبدأ ان انا الزق كله كده جنب بعض بالطريقة دي. شكلها حلو قوي، شكلها جديد، ما فيهاش اي افتكاسات، يعني هو بس التكة بس ان حشوها جديد علينا، والشكل بتاعها شكل جديد مش اكتر ولا اقل. فما ينفعش نروح نشتريها بره وهي مكوناتها كلها سهلة وبسيطة. ليه ندفع فيها الفلوس الغالية كتير قوي قوي دي؟ هي طريقتها بسيطة وسهلة جدا، وجربيها وصدقيني هتعجبك قوي قوي الطريقة دي، وبسيطة وخفيفة وما بتاخدش مكونات كتير، وفي نفس الوقت عسلها خفيف وحلو. كده انا خلصت بقى الصينية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. ولو وصلتي معايا بقى المرحله دي ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك وكومنت حلو عشان يوصلي كل جديد. ولو انتي اول مره تشوفي قناتي ففعلي زر الجرس واشتركي في القناه واكتبي كومنت حلو كده عشان يوصلك مني كل جديد. هنا بقى سيحت شويه سمنه كده، معلقتين من السمنه، وابدا ان انا اغطي بيهم الوش بتاعي كله عشان يطلع مقرمش وحلو. وهدخله في الميكرويف او في الفرن على درجه حراره 180 على الرف الاوسط لغايه لما تاخد لون من تحت واحس ان الجوانب كده احمرت. ابدا ان انا اولع عليها الشوايه. هنا العسل بتاعي انا ما عملتش اي حاجه غير هي كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه. قعدت معايا حوالي بالظبط ربع ساعه وطلعتها سقيتها بالشربات البارد وطلعت معايا بالشكل الوهمي الخرافه ده. هبدأ بقى ان انا اسيبها ترتاح شوية وابدأ ان انا ازينها. بقى عندك اي نوع من المكسرات حباه، حابة تحطي سوداني، حابة تحطي فستق، بندق، اي حاجة عندك ممكن تحطيها. انا هنا كان عندي شوية مكسرات عملتهم كده ضربة بسيطة في الكبة، اللي هو مش مجروشين قوي، وبدأت ان انا ارشهم كده على الوش بتاعي وهسيبها لما تبرد ونقطعها مع بعض. ويا رب يكون وصفة النهاردة عجبتكم كده وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وصفة بسيطة وسهلة جدا 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 ومكوناتها موجودة في كل بيت. هنبدأ بقى كده ان احنا هسيبها لغاية لما تشرب العسل بتاعها كله وهنبدأ نقطعها مع بعض. هتحبيها قوي قوي في العزومات، هيبقى شكلها حلو وشكلها جديد وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص. ده كان شكلها بقى بعد ما طلع. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم وتجربوها. بصوا مقرمشة وحلوة قوي وسكرها خفيف وجميلة، مش من نوع الحلويات المكلفة قوي ولا سكر كتير ولا متعبة ولا تتعبك ولا اي حاجة خالص. زي ما قلتلك بسيطة جدا جدا جدا. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم وتجربوه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير جديدة، وباي باي.